السلام عليكم يا اخ. عندك ورث واخوك رافض يبيع. اول ميراث واقف عشان مش عارفين تقسموه. الله ينور عليك. تعالى اقول لك القانون المصري حل الموضوع ده ازاي. هقول لك. بعد وفاة المورث التركة بتبقى مملوكة لكل الورثة. ايه المشكلة يعني؟ وده اسمه ملكية شائعة، ودي بتعمل مشاكل ملهاش اخر، والقانون المصري حلها بدعوة اسمها الفرز والتجنيد. في القانون رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته، وبالتحديد في المواد من 834 ل 844 من القانون المدني المصري. قولها انا عارفها، بس قول انا عارف انا البتاعه دي كده. اللي بتقول لك ببساطة ان اي شريك في المال الشائع من حقه يطلب القسمة طالما مفيش اتفاق على التقسيم الودي، او مفيش اجبار بموجب عقد او نص قانون على البقاء في الشيوع. ايه؟ يعني لو اخوك او حد من الورثه رافض يقسم، القانون بيديلك الحق انك ترفع دعوى فرز وتجنيد، والقاضي هنا بيعمل حاجه من اتنين. لو المال يقبل القسمه زي ارض او عقار كبير، هنا القاضي بيفرز لكل واحد نصيب. طب ولو ما يقبلش القسمه، بيبيعه في مزاد ويتقسم الثمن على الورثه. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ ما تقولوش. لا هقول له. بتتقدم بدعوى فرز وتجنيد امام المحكمه الجزئيه التابع ليها العقار او المال الموروث، والمحكمه بتندب خبير يقسم العين او يقدر قيمتها. طب وبعد التقرير القاضي بيصدر الحكم بالتقسيم او بالبيع في مزاد، وكل وريث بياخد نصيبه الشرعي بعد التجنيد وينتهي الشيوع. بس بقى كده ظهرت قوي. يعني ببساطه لو الميراث مشاع ما بينكم ومفيش حل ودي، ارفع دعوى فرز وتجنيد وخد نصيبك بحكم المحكمه.